بعد نهاية المباراة، مباراة الأهلي وفاركو، بعض الملاحظات. طبعا جماهير الأهلي فرحانة، لكن بالنسبة لي لا، مش مبسوط. في أكتر من حاجة لازم ناخد بالنا منها. اللي يعرف يا اخوانا أو سمع حد بيحلل، حد يعني له رأيه كده وله وجاهته، يقول لنا الأهلي كان بينفذ جمل تكتيكية إيه في الملعب، يا ريت. لأن أنا عندي إحساس إن الموضوع كله لعب فردي، واللعب الفردي ما يأكلش عيش في المباريات الكبيرة ولا قدام الفرق الكبيرة. دي أول حاجة. مستوى حراسة المرمى في الحضيض، شوبير اللي كنا حاطين عليه آمال كبيرة وآمال عريضة بقى في الضياع، يعني زيه زي الشناوي. فحراسة المرمى يعني في خطر شديد. النقطة بقى، ايه الفرق بين المباراة دي والمباراة اللي قبليها؟ اكيد مودرن يعني مش فريق من الدوري الانجليزي. الموضوع كله ان في تغييرات كبيرة في التشكيل. ما شفناش محمد مجدي قفشة اللي معرفش بمستواه ده كان بيلعب ازاي. شفنا اليو ديانج، وده اهم حد لان شفناه موجود تقريبا في كل هجمات فاركو في 60 دقيقة اللي لعبهم اليو ديانج. اي كورة تتقطع، اي هجمة لفاركو بتلاقي ديانج موجود. صحيح ما بيستخلصش الكورة احسن حاجة، عادة بيعمل فاول، لكن دايما موجود ومانع اي تطور للهجمة. في المقابل محمد علي بن رمضان ما هواش ابو تريكة. محمد علي بن رمضان خط وسط 8 من اجمل ما يكون. ابعد من كده ما تحسبش. وبرضه امام عاشور خط وسط 8، مش ابعد من كده. المهاجم، مهاجم الصندوق 9، ان كان محمد شريف ولا جراديشار زي ما قلنا، مش احسن حاجة. مش وسام، مش فيستون مايلي، كويسين لكن محتاجين 2 معاهم على مستوى وسام وفيستون مايلي واعلى كمان. اللي عايز يجيب بيجيب. فينسنت ابو بكر كان متاح، فيستون كان في فترة من الفترات متاح، في زيهم كتير قوي، بس فين العين والإدارة اللي تعرف تجيب وتؤمن أساسا هي والجماهير اللي بيهيصوا لها إن في احتياج. تريزيجيه مش عاجبني، مش حاجة يعني. أشرف بن شرقي مش عاجبني نهائي. الاتنين ما يفرقوش حاجة عن طاهر محمد طاهر وحسين الشحات. في مركز الجناح المهاجم مفيش غير زيزو اللي لسه واقف على رجله وتحس انه بروميسنج، تحس ان فيه امل، لاعب تقيل. هو اتقل واحد في الاجنحة يعني من الاخر، وده ما يصحش. المفروض يكون عندنا طالما في محترفين، اولا تكون كل اللعيبة على مستوى زيزو، ثانيا المحترفين يكونوا اعلى. حاليا لازم نشوف حل في حراسة المرمى، لان الواحد كده ما بقاش مطمن ان كان شوبير ولا الشناوي، الاتنين انيل من بعض. شفنا ان اشرف داري مع ياسين مرعي احسن من اللي كنا بنشوفه قبل كده. نفس الحكاية، بكمل النقطة اللي نسيتها، التغييرات اللي حصلت اللي تسببت في فرق النتيجة والاداء المباراة دي عن المباراة اللي فاتت. السؤال اللي بيطرح نفسه، مين السبب في كده؟ يعني الاخ المدرب الهندي اللي معانا ده نزل الماتش اللي فات بالتشكيل اللي شفناه ده ليه؟ وغير في الماتش ده على اساس ايه؟ هل هو ما كانش شايف المرة اللي فاتت؟ ولا حد قال له المرة دي؟ ما هم دول الاحتمالين. اللي يعرف احتمال تالت يكتبه يقول لي عليه، والاحتمالين انيل من بعض. وبناء عليه، علشان النقطة دي تحديدا، اقول لك ان الفريق ده باللعيبة والمدير الفني ده ما يصدوش لا قدام الزمالك بسكواده الجديد، ولا قدام
قدام بيراميدز بطل افريقيا ولا قدام اي فريق محترم في القارة. وشكرا.